النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أشقى الناس في الآخرين. سأل الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، قال له: أتدري يا علي من هو أشقى الناس في الأولين؟ قال: عاقر الناقة. قال له: أتدري من هو أشقى الناس في الآخرين؟ فرع علي بن أبي طالب رد عليه وقال له: الله ورسوله أعلم. قال له: أشقى الناس في الآخرين. كان الرد صدمة جدا. قال له: قاتلك يا علي. انتوا متخيلين ان حد قاعد مين اشقى واحد اللي هيقتلك؟ يعني دي حاجة صعبة جدا. راح جه علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال له: ايه، امقتول انا يا رسول الله؟ قال له: ايوه. وان هو هيموت ازاي كمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له ان هو في واحد هيجي هيتقتل، ان علي هيتقتل بسبب فتنة، وان واحد هيجي هيضربه بالسيف على دماغه يخلي الدم ينزل، يخلي لحية علي بن أبي طالب اللي هي دقنه كلها تبقى عبارة عن دم. متخيلين؟ قال له: والله لا تتصبب هذه من هذه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيشاور على دقن علي وبيقول له إن هي هتتصبب دم من دماغه. تمام. فعلي بن أبي طالب لما جه كان في مرضه الأخير، كان تعبان قوي، فولاده خافوا ان هو كان عنده الحسن والحسين ولاده ان هو يتوفى. فعلي بن ابي طالب قال لهم: ما تقلقوش، انا عمري ما هموت غير بالطريقه اللي النبي قال عليها، ان هو هيجي وحكى لهم ان هو هيموت لما واحد يضربه على دماغه ويحصل ايه، والدم يتصبب. فجه وهو بيصلي، جه فعلا الشخص وجه ضربه على دماغه ودقنه بقت كلها دم، وجه مرض عليه وهو بيموت. بقى يقول ايه؟ انتوا متخيلين واحد بيموت وكان مضروب كده وبالسيف والدم سايح ومعمول: صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، صدقت.